السلام عليكم، يسعد مساكم يا حلوين. يلا بقى النهارده كده صينية فراخ بالفلفل الألوان، بس تحفة. طلعت طعمها جميل. أنا هنا كنت نقعاها الأول في مية بخل وبرتقان، وبعد كده شطفتها وحطيت تاني خل وملح وفلفل اسود، وحطيت السبع بهارات، وسبتها برضو بتاع ساعة على ما انا بدأت اقطع الخضار بتاعي، بصل وفلفل الوان. انا عاملة من الفلفل الالوان نص فلفلاية من كل لون، هي يا دوبك الكمية كده حلو. ومعايا بطاطساية قطعتها مكعبات تخينة شوية. هنا هفتح الفراخ من كل جانب علشان لما احطها تبقى مستوية كويس، ودم الدم منها ينزل، وفي نفس الوقت الخلطة تدخل جوه اللحم تدي طعم. انا هنا حطيت في الجريل بتاعي زيت، وبدأت انزل بالفراخ واديها التشويحة بقى والتحميرة بتاعتها، وكأنك بتحمريها للأكل. هنا البطاطساية اللي قلتلكوا عليها هي بطاطساية واحدة، وانتوا عايزين يعني تكتري في البطاطس كتري، هي كان طعمها جميل جدا يعني بصراحة. والبطاطس هقليها نص قلية في الزيت قبل اهي، يعني انا مش محمراها قوي، انا عطيتها نص تقلية كده. هنا في الصينية بقى حطيت البصل في زيت يتحمر، وهنزل عليه بعد كده بالفلفل الالوان بتاعي وهشوحه. انا مش عايزاه يدبل خالص، ولا البصل ولا الفلفل، يعني مجرد اني يتشوح بس تشويحة خفيفة مع الزيت، وهحط ملح وفلفل عليه وهطلعه، وحتى مش هحط عليه الطماطم. هشيل الفلفل كده هفضيه في طبق، وهنزل بالزيت مكانه، هحط عليه الثلاث طماطمات اللي انا قطعتهم مكعبات صغيرة، تنشف ميتهم كده وكأنها تتسبك. انا هنا حطيتها الاول في الطبق الفويل، وبعد كده نقلتها في صينية تانية، لاني الطبق الفويل اتخرم مني، فما نفعش اني انا احطه في الفرن، عشان طبعا انا هحط كوباية ونص مية او كوبايتين مية علشان الفراخ تكمل سوا. هنا انا بعد ما استوت الفراخ والبطاطس اخدت لون، هبدأ كده انزل عليها بقى بالخلطة بتاعتي. هحط كده الطماطم على الفلفل واديها تقليبة، وهنزل عليها على الفراخ بتاعتي وهحطها في الفرن. وكده هتطلع بقى طعمها ما اقولكمش، والله بجد كانت جميلة جدا. مش شكرانية في نفسي، بس يعني التجديد في الاكل بيدي طعم حلو. هنا البطاطس بتاعتنا استوت، والفراخ كانت مستوية وكانت في منتهى الجمال. يا رب الوصفة تعجبكم، وما تنسونيش في الدعاء. سلام عليكم.